هذا ذهب من ألذ وصفات البصل المحشي. هذا البصل المحشي شيء لا يوصف. محشي بصل بطريقتنا، تابعوا معنا التفاصيل حياك. استخدموا المحشي البصل أي نوع بصل، عندي بصل أبيض، بصل البذرة اليمنية والمصرية. للتحضير بقطع البصل إلى المنتصف كذا، بنسلق البصل تقريبا 15 دقيقة. زيت زيتون، نحمس البصل. حمسنا البصل زين، الحين أضيف الثوم، فلفل بارد ألوان، بطاطس مبشور، جزر مبشور، معجون طماطم، معجون فليفلة، طماطم، فلفل حار أخضر اختياري، البهارات والملح، بابريكا حارة خشنة، رز مصري مغسول زين ومنقوع تقريبا ساعة. أقلبه مع الحمسة زين ياخذ. أضيف تقريبا كوب ماء مغلي، خليه يطبخ، خليه يشرب الكمية هذه من الماء. بعد ما شرب الماء الحين بضيف دبس رمان وعصير ليمون، قلبهم، بقدونس وشبت، وحشوة البصل جاهزة، تقدرون تحشون فيها أي خضار. سلقنا البصل تقريبا 15 دقيقة. الحين نبدأ نفكك البصل. مثلا هذه تكفي 2، فبقصها مع النص، نضيف الحشوة على البصل بالطريقة هذه، وبعدين نلف بالشكل هذا. هذا البصل المحشي، طريقة بسيطة وسهلة. بنجهز المرق اللي بنطبخ فيه البصل المحشي. عندي مرق دجاج، أضيف عليه عصير ليمون، تمر هندي، معجون طماطم، دبس رمان، وزيت زيتون. إذا قرب يغطي البصل خلاص يكفي، غطيه بقصير. أهم شيء نقفل زين من تحت على حرارة تقريبا 160-170. البصل المحشي جاهز، خليناه تقريبا ساعة و20 دقيقة. بعدين فتحنا القصدير ورفعنا الحرارة علشان يتحمر. لو تشوفون الحين المرق هذا تراه متسبك تماما. شفتوا المرق اللي متسبك؟ بوريكم بس لو حركت شوفوا خلاص. والبصل اعتقد انه متحمر من تحت. والبصل المحشي يا هو مليان نكهة، متحمر عاد، مفروض انه يبرد شوي، بس بوريكم الشكل. شوفوا من تحت يا عيني. بوريكم الحشوة من الداخل. شوفوا الحشوة، يا هي لذيذة. البصل المحشي